البوليس شدوا واحد الراجل كان تيغسل طوموبيلته الجديده. واحد شويه شاف ولده الصغير اللي عنده عامين هز مسمار وكيخبش ليه في الطوموبيل. غضب الاب وبدا كيضرب ولده على يدو بلا ما يحس انه كان كيضربو بيد ديال المطرقه. الاب رد البال معطل لداكشي اللي وقع وهز ولده للسبيطار حيث انه مشى ليه صبعو بسبب الكسور اللي تعرض ليها. وملي شاف الولد باه قال ليه بابا فوقاش غينبت ليا صبعي. طاح السؤال على الاب بحال الصاعقه وخرج مشى نيشان الطوموبيل وبدا كيهرس فيها وجلس تيبكي حداها وهو ندمان على شنو وقع لولده. واحد شويه شاف البلاصه اللي خبش ولده وقرا انه كتب تنبغيك بابا. في النهار اللي موراه ما قدرش يتحمل الاب تانيب الضمير وانتحر. وهنا سالات القصه. ولكن بلاتي نرجعوا للقصه ونركزوا شويه. واش كاين شي واحد كيغسل طوموبيلته بمطرقه؟ وشنو علاقه المطرقه بالموضوع اصلا؟ والولد الصغير في عمره عامين واش يقدر يكتب تنبغيك بابا؟ واش يقدر يتكلم ويقول فوقاش نبت ليا صبعي؟ وكيفاش البوليس شدوا الاب هو اصلا انتحر؟ فراه هكا كتعطى اغلبيه الاحداث. حنا كنمشيو مع العاطفه وكنخليو العقل وما كنفكروش بعمق، وهكا كيسرقوا منا عقولنا وتفكيرنا بلا ما نحسو. الحكمه من هاد القصه هي ما تيقش اي حاجه كتقال ليك ولا كتقراها.